اهلا بيكم. ومجلس الوزراء وافق على طرح 1000 شقة بنظام الإيجار، سكن كل المصريين. شقة 90 متر بإيجار 1200 جنيه و1500 جنيه. ايه ده استنى واحد يقول لي كده ايه ده؟ استنى علينا، ايه فهمنا ايه القصة بتاعت ال1000 شقة ومش اقول لك كل حاجه بالتفصيل، بس نتمنى طبعا لو انت مش متابعنا تابعنا وهفهمك كل التفاصيل في الحلقه دي عن الموضوع ده، وموضوع في غايه الاهميه. وده قرار تم اقراره من رئيس مجلس الوزراء، يعني حضرتك ده مش توقعات، ده قرار وهيتنفذ ايه الايام القادمه. قرار وهيتنفذ ايه الايام القادمه. ايه الموضوع ان مجلس الوزراء كان متقدم له مقترح من صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بتأجير بعض الوحدات السكنيه. ده مشروع هم عايزين يجربوه، عايزين يشوفوا هينفع ولا لا. فقال له خلاص احنا هنختار 1000 وحدة من وحدات الاسكان الاجتماعي المبنية وننفذ على المشروع ده هينزل فيه 4 محافظات. ايه هم المحافظات؟ المنوفية اكيد في السادات، الجيزة هتبقى في اكتوبر، شرقية، وبني سويف. 4 محافظات، 4 محافظات. شقق كاملة التشطيب، شقق هي نفس شقق الاسكان الاجتماعي. ايه القصه دي بقى؟ تعالى افهمك واوضح لك كل حاجه. رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لما وافقوا قال لك ايه؟ قال لك احنا هندي الشقق دي لكل من يتقدم عليها، هيتعمل له بحث اجتماعي. اول حاجه لازم يكون ما خدش شقق قبل كده من الدوله، وهندي له كمان دعم عشان خاطر نساعده في دفع الايجار. الايجار ده هيبقى بالنسبه للوحده 90 متر 1500 جنيه، وبالنسبه للوحده 75 متر هيبقى 1200 جنيه. طب ده كلام حلو؟ طبعا كلام حلو. طب الموضوع ده بقى هيحدده مين؟ ده هيحدده بحث من الشؤون الاجتماعيه هتعمله لكل المتقدمين، وهتشوف مين الذي يقدر ان هو يستفاد بالموضوع ده. طب هل ده بقى ليه شروط للدخل؟ نفس الشروط بتاع الاسكان الاجتماعي القديم هو نفس الشروط الجديده. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو دخل الاعزب الحد قبل، يعني الحد الاقصى ليه اقل من 6000، وبالنسبه للاسره دي 8000 جنيه، تقدر ان انت تقدم وتحصل على هذه الشقه ايجار لمده 7 سنين. ايجار لمده 7 سنين. حضرتك بتكتب عقد مع جهاز الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري طبعا، وهياخدوا عليك الضمانات الكامله ان انت لو ما دفعتش هيوقفوا عليك فوائد وهيسحبوا منك الشقه وهتخش في موال كبير. الشقق دي هتبقى في المرحلة الأولى تقريبا حوالي 1000 شقة، وهتوصل ل20 و30 ألف شقة هتطرح بنظام الإيجار. كل الناس بقى اللي مهتمة بالموضوع ده تتابع أو وتفهم إن خلي بالك إن المقدم بتاع هذه الشقق هو هيكون 3 أشهر من إيجارك. يعني حضرتك لو أنت عايز تأجر هذه الشقة حضرتك بتدفع 3 شهور مقدم. لو انت مثلا الشقه وهي 1500 جنيه ايجار في الشهر، حضرتك هتدفع 4500 جنيه. المقدم هنا زي ما قلت لكم بيكون 3 اشهر من القيمه الايجاريه. يعني حضرتك لو هتدفع القيمه الايجاريه بتاعتك 1500 جنيه يبقى المقدم بتاعك 4500 جنيه. مهم قوي قوي تفهموا الحته دي، لان الحته دي هيترتب عليه حاجه تاني. طب الايجار الشهري ده 1500 جنيه، وبيتحسب لك دعم الدولة بتخصمه من هذا الإيجار حضرتك بناء على الدخل بتاعك. الدعم ده الحد الأقصى بتاعه بيوصل حتى لغاية رقم مثلا لغاية 90,000 جنيه طول ال7 سنين. الرقم ده بقى بيتقسم الدعم ده على مدار الشهور كلها، وبيتحدد بناء على على البحث اللي بتعمله وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب الشؤون الاجتماعية اللي انت تابع ليه، اللي هيبحث الورق بتاعك اللي انت هتقدمه عشان يدولك الشقة. اكيد مش كل اللي هيقدم هياخد الشقة دي، لان الشقة دي هتبقى معمولة يا جماعة، زي ما قلت لك هيبتدي يبقى في بحث. لازم يبقى في ان شايفين ان انت تستحق، ولا ما تبقاش قاعد لي في برج مثلا مش عارف ورايح يجي الراجل يلاقيك قاعد في برج وشقه 5 نجوم ورايح تاخد شقه ايجار ممكن يبقى اولى بيها واحد تاني. نخلي بالنا قوي بقى برضو من الحته دي ان الايجار ده هيزيد ل 7% سنويا. يعني كل سنه حضرتك ال 1500 جنيه دول بيزيدوا 7. طب ما هم كلهم 7 سنين، يعني كلهم هيبقى كام؟ يعني الكلام فاضي كله، وهتبقى حاجات بسيطة جدا مش هتبقى مؤثرة تأثير كبير. مهم جدا ان انت تعرف كل المعلومات دي. ومهم برضو تعرف ان ده قرار متوافق عليه. مهم ان انت تعرف ان الحد الاقصى ان انت تقدر ان هم عشان يدوك الايجار اللي انت تدفعه ان هيكون 25% من دخلك. يعني حضرتك لو انت مقدم دخل
حوالي 4000 جنيه، يبقى انت هنا اقصى حاجة هتقدر تدفعها 1000 جنيه. فهو هنا لو انت لقى البحث بتاعك الدنيا مش مظبوطة، يبقى انت مش هتقدر تدفع اللي هو ال1000 جنيه، مش هيقدر ياخد منك قيمة ايجارية اكتر من 1000 جنيه. خليكم فاهمين الحتة دي كويس قوي، عشان اللي هيعمل بيانات الدخل بتاعه يبقى فاهم ويعمل ايه. حضرتك خلي بالك، عندك قلنا للأعزب هيبقى بالنسبة ليك ال6000 جنيه الحد الأقصى، بالنسبة للمتزوج هيبقى ايه ال8000 بالنسبة للحد الأقصى. لازم تكون ما استفدتش، ولو انت مستفاد قبل كده ممكن تقدم على شقة ايجار، بس ساعتها مش هيدي لك دعم وهتدفع القيمة الإيجارية ايه بالكامل. مهم جدا كل الناس اللي مهتميه بهذه الشقق تتابع معانا الفتره اللي جايه دي، لان احنا هنقول لك ازاي وفين تقدم. بس خليكم عارفين ان هم 1000 شقه كمرحله اولى تجريبيه. تابع معانا وان شاء الله نجيب لك كل التفاصيل، وان شاء الله دايما كده نكون بنقول لكم اخبار جديده ومفيده. نشوفكم على خير دايما بكل خير. شكرا ليكم والى اللقاء.